انا شفت مرات جاري بتدفن حاجة في الحديقة بتاعت بيتهم. ما كنتش مصدق وانا بشوف المنظر. اللي هتسمعوه صدمة بكل المقاييس، مستحيل حد يصدق الست دي حطت ايه في الجنينة. اسمعوا اللي بيحصل. انا راجل ساكن في كومباوند وعندي واحد جاري بحبه جدا. الراجل ده محترم هو ومراته وعندهم طفل عنده 6 سنين. انا ابنهم بيجي يلعب مع ابني اوقات كتير جدا. في مرة والراجل جاي ياخد ابنه من عندي في البيت، لقيته بيشتكي لي ان في حاجات عنده في البيت بتضيع بسبب العاملة اللي بتيجي تنظف البيت. هو شاكك فيها. فطبعا انا قلت له ازاي الكلام ده؟ طب ومين الست اللي سرقت من عندكم دي؟ بيقول انا مش متأكد بس انا شاكك فيها. لو جات لكم البيت تنظف تاني لازم يبقى عينك عليها، علشان انا متأكد انها اخدت الحاجة من عندي. طب ايه اللي ضاع منك؟ بيقول مش عارف، في فلوس كده نقصت شوية من الدرج، وفي كده انسيال فضة بتاعي اختفى انا مش لاقيه، في حاجة كده غريبة. طبعا وقتها انا صعقت وقلت له طب دي هندخلها بيتنا ازاي؟ طب دي خطر، طب دي ما ينفعش. قال لي بص انا مش متأكد ولسه مش ماسك الموضوع. باخد بالك الاسبوع اللي فات انا جبت 2 نضفوا، واحدة جت أول الأسبوع واحدة جت آخر الأسبوع، عشان أنت عارف مراتي ما بتحبش حد يقعد معاها في البيت، ما عندهمش واحدة مقيمة يعني. فطبعا وقتها الراجل بيقول أنا رحت بلغت زوجتي قلت لها انتبهي لفلانة اللي بتيجي تنظف لفلان، دي طلعت حرامية. ازاي؟ دي أمينة، دي كويسة، دي ست بتصلي، دي غلبانة، دي محترمة، دي شقيانة. أنا بقول لك أهو ما بقاش في حد غلبان خلاص في الزمن ده، انسي. الراجل بيقول عدى الوقت ولقيت جاري في مرة اتقابلنا انا هو في الجراج تحت، وبدأ يشتكي لي ان اختفى من عنده مبلغ حوالي 5000 جنيه. اختفوا. رد عليا وقتها قال لي لا 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 البنت دي واثق فيها، ده انا العيله دي انا جايبها من عند امها في مدرسه فلان الفلاني، كانت بتشتغل فراشه هناك، ودول ناس غلابه وانا واثق فيهم، البنت دي ما تمدش ايديها تسرق ابدا، دي محترمه. قلت له يا عم ما هم العيال الصغيرة. قال لي لا أنا في سر في البيت ده أنا مش عارفه، مش عارف أوصل لمين بيسرق. طبعا بيقول عدى الوقت وأنا معرفش إيه اللي دار في بيته وإيه اللي حصل في بيته، ولكن يا داليا يشاء القدر إن أنا في يوم كنت نايم وتعبان جدا، وفجأة قمت على حموضة شديدة جدا من معدتي لصدري، ألم مش طبيعي، ما كنتش عارف أنام. فخليت زوجتي نايمة وطلعت اقعد في البلكونة بتاع بيتنا شوية، اشرب لبن واخد ادوية حموضة ومش عارف انام خالص والعب على التليفون. وكنت مهدي الاضاءة بتاعت الموبايل وقاعد، الجو ساقع جدا اليومين دول انت عارفة، فكنت مغطي نفسي بزي كفر كده وحاطط التليفون وعمال العب وانا عمال بتألم من الحموضة الشديدة اللي عندي. وفجأة انا سمعت صوت بلكونة بتتفتح، فبضرب عيني كده بص لقيت زوجة جارنا. أنا مش فاهم إيه ده؟ إيه اللي مخرجة في الوقت ده؟ كانت الساعة وقتها 3 بالليل. الأغرب لقيتها بتكلم حد من البلكونة وبتبص تحت. خد بسرعة بسرعة بسرعة، امسك امسك، انت حذفت، احفر في الجنينة عدل، احفر. وبتزعق بسرعة بسرعة وبتزعق. ببص بضرب عيني تحت، شفت صدمة عمري يا دنيا، أنا مش مصدق. لقيت ابنهم اللي عنده 6 سنين حافر حفرة في الجنينة، وأمه بتحدف له حاجة من فوق، والولد عمال بيحطها جوه الجنينة اللي حفرها أو الرملة يعني أو التربة بتاعت الزرع دي، وحط الحاجة وعمال بيردم، ودي واقفة من فوق بسرعة عدل اعدلها وبتزعق فيه، لحد ما شخطت فيه قالت له أنا هعمل وأسوي. الواد عيط، قالت له يخرب بيتك ما تعيطش. لقيتها قفلت البلكونة تاني ونزلت جري تحت في الجنينة، مسكت الولد يا داليا قرصته من ودنه، ضربته على وشه، قعدت تحفر وتدفن هي في الحاجة اللي عملتها في الجنينة. أنا كنت مصدوم صدمة عمري. طبعا أنا لما شفت المنظر ده قعدت على ركبي، وطيت عشان ما تشوفنيش وأنا براقبها، وبقيت أبص وأقعد أبص وأقعد عشان مش عايزة تاخد بالها، بس أنا شفت كل حاجة من الآخر.
خدت بعضي ودخلت البيت وانا في صدمة عصبية تماما. معرفش ايه اللي جه في بالي، الحاجة اللي بتختفي من بيت جوزها اللي هو صاحبي اللي عمال كل شوية يشتكيلي. هنا انا شكيت ان الست دي في وراها سر، الست دي وراها ان في حاجة. طبعا بيقول الراجل ده سكت وما اتكلمتش خالص وما فتحتش بقي وماليش دعوة، هم حرين مع بعض يصطفلوا مع بعض. وبصراحة ربنا مش هكدب عليكي، خليت مراتي تقلل علاقتها شوية بالست دي، وخليت ابنهم ما يجيش بيتنا يلعب مع ابني تاني ولا ودي ابني. كان كل ما ابنهم يقول عايز اجي عندكم العب، اقول لابني قول له ان انت تعبان، قول ان انت رايح مع ماما مشوار، اتحجج. وده اللي بيحصل فعلا. لحد ما في مره كنت سهران مع اصحابي بره، كانت زوجتي مش في البيت ولا ابني، كانوا عند مامتهم، عند مامتها يعني جدة الولد، وانا سهران لحد الساعه 6 الصبح بره مع اصحابي. ورجعت وفجأة لقيت دي في الجنينة خارجة متوترة وعمالة تشد العباية اللي عليها وتشد الأشارب اللي عليها، وازاي حضرتك أستاذ فلان عامل ايه وأخبار المدام؟ قلت لها أنا كويس يا فلانة، هو انتي في حاجة ولا ايه؟ لا أصل أنا وأنا بنشر الغسيل في شراب وقع، فردة شراب، ونزلت أدور عليها مش لاقياها. يلا بقى مش مشكلة. قلت لها شراب وانت حبكت يعني نشيل الساعة 6 الصبح؟ أنا بحب أخلص حاجتي بدري. انت عامل ايه؟ انتوا كلكم بخير؟ انتوا كلكم طب يلا انا هطلع بسرعة بس قبل ما ايه. وهي طالعة يا جماعة أنا لمحت زي تراب على العباية بتاعتها، وإيديها كانت مش نضيفة، وطلعت فوق. إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل ده؟ الست دي وراها إن في حاجة. بعد ما وقعدت أضرب الكلام في دماغي وأضرب الأحداث والمواقف في دماغي، أنا اتأكدت ومتأكد إن الست دي بتسرق من جوزها حاجات في البيت وبتخبيها، وبعدين مثلا وهي رايحة الصبح الشغل وهي رايحة لأهلها تقوم حفرة ومطلعة الحاجة دي. ودي الطريقة الوحيدة اللي هتعرف تسرسب بيها الحاجة من البيت من غير ما جوزها يحس. فبعد فترة زوجها برضو اشتكى من اختفاء مبلغ مادي عنده في البيت، بس المشكلة بقى المرة دي ان دي عهدة بتاعة الشغل. يعني جوزها يا جماعة بيتاجر في السيارات، فالراجل بيجيله فلوس من التجار يحطهم عنده في البيت. فالمرة دي اختفى مبلغ 100,000 جنيه، اختفوا تماما، هو مش عارف فيه ايه. طبعا الراجل كان هيتجن، فبيقول أول مرة أشوفه بيعيط ومقهور ومش فاهم فيه ايه. بيقول ده أنا حتى اتخانقت مع المدام وشتمتها وضربتها واتهمتها إن هي اللي سرقت، وبعد ما ضربتها وشتمتها فتشتها، فتشت البيت حته حته، وفتشت شولاطها وفتشت هدومها وانا بطردها معهاش جنيه. انا ظلمت مراتي، انا حاسه ان في عفريت في البيت، انا مش عارف في ايه، في حد معاه مفتاح بيتي بيخش بيسرقني، انا تعبان. انا كنت خلاص على تكه هنطق واقول له انا شفت مراتك عملت الموقف الفلاني والموقف العلاني، بس سكت. دلوقتي الراجل ده بعد بيقول انا صاحبي ده بيته بيتخرب قدامي والراجل بقى يكلم نفسه حرفيا ومش عارف يعمل ايه، وانا شايفه في الطلعه والنازله راجل مهموم ومقهور. هل الساكت على الحق شيطان اخرس؟ احكي له واقول له ولا ماليش دعوه؟ مع العلم طبعا انتوا عارفين لو قال له ممكن كبير يعني بنسبه كبيره يطلق مراته والبيت يتخرب، ولو سكت البيت هيستمر، ولكن الست دي هتفضل تسرق زي ما هي. فهل انتوا اللي سمعتوا دلوقتي المشكلة دي لو انتوا مكانه تتكلموا ولا تقولوا انا ماليش دعوة؟ انا مالي، مالكش ولعوا ببعض. عايزة اسمع رأيكم في الكومنتات طبعا. دي كانت المشكلة اللي هو بعتها النهاردة. انا في رأيي الخاص كداليا شايفة ان انا ماليش دعوة. ليه بقى؟ النهارده هو عارف ان في حاجات في بيته بتختفي، وعارف ان في حاجات بتروح وحاجات مش موجوده. هو لسه ما جاش في باله الافكار او الحلول اللي تخليه يعرف يقفش الحرامي اللي بيعمل كده، ولكن عاجلا ام اجلا هيعرف يعمل كده. يقدر بقى يركب كاميرا، يقدر يحط حاجه بقى في زاويه البيت يراقب بيها، في 100,000 حل، وهو هيلجأ له في مره ومصيره في مره هيقفش.
لكن في حين ان انت رحت قلت له ان مراتك اللي بتسرق، اولا انت رحت جبت كده في عرضه وفي شرفه من غير ما تقصد. لان انت لما بتهين مراته انت كأنك هنته هو، ولو مراته فيها قذارة الدنيا كلها ممكن يدافع عنها ويقول لك انت مالك، انت ايش دخلك، حاجتي وانا حر فيها. من الصدمة ممكن يرد يقول لك كده عشان يرد كرامة مراته قدامك، حتى لو هو هيبهدلها في البيت، لكن هو قدامك هيكسرك. فممكن تقابل ردة فعله بقلة ذوق، وممكن تقابلها بترحاب، بس بنسبة كبيرة هتبقى بقلة ذوق. لأن الراجل في الطبيعي هيرد، يعني يرد كرامة مراته قصاد أي حد عشان دي من كرامته. ففي البيت هيصطفلوا مع بعض، وبالكاد ممكن في الآخر يسامحها ويصالحها ويبقى الموضوع حلو وأنت تطلع أنت الوحش، ويعمل لك مشاكل كمان. أنا بقيت نفوس الناس أخاف منها، الناس بقت مرعبة. فده مفيش ضرر جسدي على الراجل أو هي بتعمل حاجة كخيانة. أنا حتى الخيانة أنا ماليش دعوة. ليه؟ كل واحد عارف بيته ماشي ازاي، وكل واحد عارف حياته فيها ايه، واللي عايز يركب كاميرا مراقبة عشان يراقب هيركب، واللي عايز يتجسس هيتجسس، واللي عايز يعرف حاجته بتروح فين هيعرف. فكون ان انت شفت حاجة استر على اللي شفته وملكش دعوة، ان الله حليما ستار، هي سترها هينكشف في يوم من الايام. انا ده رأيي الخاص، عايزة اسمع منكم، هل انا ردي صح ولا غلط؟ يتكلم ما يتكلمش، تعملوا ايه لو انتوا في وضعه؟ واللي عنده مشكلة بعتها عشان نرد عليه. اشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة. تحياتي.